ما انا قلت لك زي ما قلت لك، انا يمكن انا ما كنتش شفت اسماعيل، بس طبعا انت بتقول لي قال لهم ايه بين الشوطين؟ يعني قال لهم ان احنا فرقه افضل واحنا الفرقه الاحسن واحنا اللي عندنا هدف اقوى ان احنا نصعد للدوري الممتاز. اللعيبه طبعا استنفر قواهم وعمل التغيير اتى ثماره معاه. اتصور انه زي ما قال برضو السنه دي الدوري، يعني اسماعيل بيقول ان الدوري هيستمر، ويمكن اللعيبه كويس ان اللعيبه بقى عندهم امل في ان هم يقدروا يصعدوا للدوري الممتاز. ده بيخلي الحافز، ده بيخلي اللعيبه دايما تلعب. وبعدين دي المباراه دي نتيجتها فيما بعد. يعني انت خلاص، انت لعيب عندك مقدره في نفسك ان انت كنت متاخر بهدفين وتفوز 3، ويمكن ضربه الجزاء وفرحه لعيب الرباط بعد ما ضحى محمد صديق ده دقيقه 3 في الشوط الثاني. بالظبط، الشوط الثاني ضربه الجزاء يعني، والمصري مغلوب يا كابتن. فكونك ان انت تغير هذه النتيجه، انا افتكر ان دي مباراه مهمه. بس كابتن احمد خليني استوقفك، يعني ده الهدف الاول، خليني استوقفك. طب مش ممكن تحس انك انت كمدير فني مش يومك بعد ضياع ضربه الجزاء؟ ممكن ممكن 2-0 وضربه جزاء في الدقيقه 3، خلاص يا جماعه مش يومي. احنا بنتكلم دلوقتي زي ما الاستاذ هشام قطب قال، الناس كلها عايزه اليابان تكسب، او بيقولوا ان اليابان افضل، لكن ممكن استراليا هي اللي تكسب. فانت كره القدم دي متغيره من ثانيه لثانيه. يعني انت ممكن بتضيع ضربه جزاء واللعيبه بتاعتك، بس انت احساسك بان اللعيبه افضل، ولو جبت جول ممكن تجيب الثاني، وده اللي حصل على فكره في المباراه. انما طبعا لو كانت الكره ادت ظهرها للمصريه للاتصالات وللمدرب، طبعا ما كانش فيه فايده خالص طبعا. انما طبعا انا بقول ان دي من المباريات المهمه جدا، وده هدف التعادل يعني. ده ماسة ده اللاعب الاوغندي قدر ان هو يجيب جول التعادل، وبعدين بعد كده ان هم يتقدموا بالهدف الثالث. مصطفى طلعت برضي في الدقيقه 30 من الشوط الثاني. يعني ماسة ده على فكره، ماسة ده انا اللي لعبته في نادي الشمس. ايوه، واضح ان هو ده اوغندي يا كابتن. اوغندي. واضح ان هو على فكره من النوع اللي في بعض الحالات ما بيلعبش بحماس، بس انا شايف اهو الحماس منقطع النظير معاه، فرقه مع اسماعيل يوسف. ودي على فكره من الحاجات الكويسه قوي لاسماعيل، ان ده هدف مصطفى طلعت في الدقيقه 30 من الشوط الثاني. بالظبط، انه قدر يوصل ماسة ده، لان ماسة ده امكانياته قويه جدا جدا جدا. قدر انه يوصله انه يلعب بحماس وبقوه بهذه القوه. فافتكر ده مكسب كبير جدا، ان الولد ده من اللعيبه المحترمه جدا. اذا المصريه للاتصالات يفوز فوزا مستحقا 3-2 في احلى مباريات الاسبوع. اعتقد ان احنا اديناها حقها. هارد لك للرباط والانوار، وكل التقدير لحكم المباراه الدولي محمد فاروق الذي ادار المباراه باقتدار وتفوق بشكل كبير.